السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ان شاء الله بخير. النهاردة هنعمل معاكم القلقاس. القلقاس طبعا دي أكلة شتوية. انا بجيب القلقاسية ومعاها حزمة شبت وحزمة كزبرة وحزمة من الايه من السلق. وطبعا كمية الخضرة دي زي ما انت عايزاها برضو، عايزة تكتري عايزة تقللي براحتك، بس مش هيبقى اقل من كده. بجيب بقى القلقاسية، بشيل الحتة اللي فوق دي كده لغايه ايه الحته اللي عامله زي السفنج دي ما تخلص. يعني لو خدت شويه من اللحم ده مش مشكله. وبعد كده بمسكها بقى اكني ماسكه بطاطايه وبقشرها كده حته حته. بصوا بقى لونها بامبا وجميل ازاي. دي بقى ايه ما تاخدش معاكي سوا، تفضلي معاها حته حته كده لغايه ما ايه ما تخلصيها. اخلصها بقى واوريكم بعد كده هعمل ايه. وخلاص بقى هي قشرتها كلها. بتجيبيها بقى كده وتمسحيها قوي مكان ما ايه التقشير بتاعها. اوعي تغسليه، ما تغسليه، الفايدة كلها بتاعته اللي موجودة من جوه دي بتنزل في المية، يبقى كأنك بتاكلي كده اي حاجة وخلاص. بعد كده بنقطعه بقى كده اهو، تروحي بقى مقطعة ايه مكعبات، وبالراحة كده على مهلك عشان ايه السكينة ما تعورش ايدك. لازم تكون حتة بقى نضيفة كده ما فيهاش اي مية ولا اي حاجة ناشفة خالص. وبتجيبي بقى الواحدة تروحي مقطعاها كده كأنك برضو بتقطعي بطاطس بس على ايه على كبير شوية كده. تروحي مقطعاها مكعبات برضو الحجم اللي انت عايزاه. لو لقيتيها كبيرة قسميها اتنين مفيش مشكلة برضو. عايزة تشيليه في الفريزر بنفس الطريقة دي وبتشيليه برضو في اكياس. انا هكمل بقى الباقي واوريكي بعد ما خرجته. وخلاص بقى اهو خلصته. شوفوا بقى شكله جميل ازاي، مكعبات حلوة اهي. و... وبقى يعني دي اكلة شتوية ولازم تعملوها ان شاء الله، وتقولوا لي بقى ايه رأيكم في طعم القلقاس للي ما بيحبوش القلقاس. وهنا بقى كده الخضرة دي بجيبها بشيل الايه العنقود ده بس، العنقود اللي فيه الورق بس، مش كل العود، لا الورق بس ده كده. بطلعه بس كده اهو كل ده كده. ونفس الحكاية الكزبرة برضو بطلع العود، الورق لوحده والعود لوحده كده. وده السلق، الورقة اهي بروح عاملاها من هنا كده، بروح واخدة الورقة برضو بس العود لا كده، الورقة دي بس. وافضل بقى اعمل كده لغاية ما ايه ما نخلص الكمية بقى كلها وتتغسل. وان شاء الله بعد كده هبقى اقول لكم هنعمل ايه. وما تنسوناش بقى في الشير واللايك والاشتراك. اهو بقى يا حبايبي انا عملت الشوربة والفراخ بتاعتنا اهي. بس انا دلوقتي بقى هسقط القلقاس وهسيبه بقى لغاية ما يستوي. شوف بقى هياخد مع بعض كده قد ايه وقت.
ومعانا الخضرة اهي، هحطها بقى في طبق، مش في طبق، في حاجة كده ألمونيا، سلستين، أي حاجة يعني، عشان هنحط لها شوية زيت ونحطها على النار. بصوا بقى، هو في طريقتين للخضرة دي. الخضرة دي ساعات أنا بجيبها كده وبغسلها طبعا وبنضفها، وبعمل لها بحطها كده على في الحلة زي ما انتم شايفين، بحط عليها نص كوباية مية لغاية بس ما تغلي تدبل كده معايا، بروح اضربها في الخلاط وبحطها على القلقاس، ومعاها فصين توم برضو بضربهم معاها في الخلاط، او زي ما هعملها النهارده كده في الحلة، واحط عليها شوية زيت، وهفضل بقى اقلب فيها لغايه ما ما تستوي، وهوريها لكم بعد ما نخلصها. وهحط لها بقى كده كام فص توم، وهفضل بقى برضو اقلب فيها لغايه ما تكبر خالص، وعارفين تبقى بتخشول كده. اوريها لكم بقى لما خلاص بقى تستوي، اوريها لكم. بس اهم حاجه ما تنسوش التوم، لان التوم هو اللي بيحلي بقى الموضوع كله. خلاص بقى هي الخضره بتاعتنا سلق وشبت وكزبره اهي. بصوا سامعين الصوت ده؟ الصوت ده بقى يعني استوت. انا خلاص كده انا طافيه عليها، ههرسها بقى باي حاجه، بايد هون باي حاجه، وهحطها على القلقاس، وخلاص قرب اهو يستوي. لما يخلص بقى سوا هحط ده على ده. هي خلاص انا كده طافيه عليها النار، بس بقلبها عشان قعر السلسين ده بيبقى تخين شويه فبيحمل حراره. وكده بقى بصوا عملتها اهو بايد الهون لغايه ما بقت عامله ازاي، سايبه خالص يعني. وهحط بقى عليها شويه شوربه، بصي شوربه القلقاس خفيفه ازاي، لا تقولوا بقى تقلت ولا تخنت ولا حاجه من اللي بنسبة. دلوقتي اهو يا حبايبي بقى خلصناه، بصوا الميه بتاعته خفيفه ازاي، ومستوي ومهري خالص، بس عشان هو سخن. بصوا، اتمنى بقى تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم، وبالهنا والشفا مقدما. وما تنسوناش بقى في الشير واللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.